حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة مش انا اللي معاكم في المطبخ، لا ده الشيف شهد. فاحنا لازم نشجع ولادنا ان هم يخشوا المطبخ، ما تكسروش مقادفهم. مرة هيعملوا حلو، مرة هيعملوا وحش، لحد ما الدنيا تظبط معاهم. حاولوا ان انتوا تشجعوهم وان شاء الله يبقوا كويسين. شهد النهاردة بتقول لكم انا هعمل لكم كوكيز. دي كوباية سكر، نص كوباية سكر ابيض عادي، ونص كوباية سكر اللي هو البني، ونص كوباية زبدة. الزبدة دي احنا هنسيحها على النار. معانا بيضة، ومعانا كوباية شوكولاتة، ومعانا هنا فانيليا، ومعانا نشا، ومعانا بيكربوناتو. هنا الزبدة بعد ما سيحتها على النار لازم تتسيح على النار، والمفروض كمان نسيبها تهدى شوية. هنا بقى هننزل بيها في الطبق اللي احنا هنعمل فيه كل المكونات بتاعتنا. هننزل بيها. احنا لما سيحناها سيبناها تتكرمل شوية على النار، وهنزل بالسكر كمان مع الزبدة. وهنقلب كل المكونات مع بعض. ممكن تستخدمي المضرب البيض، وممكن تستخدمي الاسباتيولا، لكن شهد ما شاء الله هتستعمل كل ادوات المطبخ. ضربت هنا بالهاند بلندر، وهتسيب الهاند بلندر وتشغل كمان المضرب البيض. فشهد ما شاء الله نادية السيد كده في نفسها يعني. هنا الخليط كله امتزج مع بعضه، وبعد ما نمتزج كده مع بعض والخليط تقل شوية والزبدة لونها غير، هننزل بالبيضة بتاعتنا، وهننزل بكيسين فانيليا. دي فانيليا. هنضرب كل المكونات مع بعض لحد ما تمتزج برضو مع بعض. هنا الخليط كله امتزج كده مع بعضه، بقى سايل كده في نفسه. طبعا البيضة ادت قوام للخليط. وهنا هننزل بالدقيق، كوباية ونص، كوباية ونص دقيق شهد نخلتهم. هننزل هنا بالكربوناتو نص معلقة، ودي معلقة نشا. هتدي للكوكيز بتاعنا قوام من بره مقرمش ومن جوه طري. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعض. احنا مش حاطين بيكنج باودر، احنا حاطين كربوناتو، بيكنج الصودا، كربوناتو الصودا. هننزل بالخليط حبة في حبة ونقلبهم، عشان ممكن الدقيق يكون زيادة، ممكن يكون قليل. فواحدة واحدة علشان خاطر يعني نسبة الدقيق ما تبقى زيادة معانا. بس هي كوباية ونص هتبقى كويسة جدا. مش بقول لكم شهد تستخدم كل ادوات المطبخ؟ بس مش مشكلة، شجعوهم، خلوهم يحبوا المطبخ، ما تخلوهمش يكرهوه. تسلم ايديك يا شيف شهد. وهنقلب كل المكونات كده مع بعض لحد ما نخلص كمية الدقيق. والبسكويتات كمان يا جماعة مش بتتعجن، هي مجرد ان هي بتتلم بس. هي كده شهد بتدخل للعجينة بتاعتنا هوا كمان بالمضرب، بتدخل كمان هوا للكوكيز. هي تقريبا نزلت هنا بشوية دقيقتين لما حست ان هو سايل شوية. هننزل هنا بكوباية شوكولات شيبس، بس مش هننزل بيها كلها، هنسيب حبة عشان نحطهم على الكوكيز من بره.
كده احنا قلبنا الخليط كله مع بعضه، وهنبتدي بقى نشكله. بس عشان نشكله لازم ندهن ايدينا زيت علشان خاطر العجينة زي ما احنا شايفين كده بتلزق. هندهن صينية بدهنة زيت، وهنبتدي نشكل في العجينة. احنا لو سيبناها في التلاجة 5 دقايق او دقيقتين هتقدري تشكليها. الزبدة طبعا هتمسك والخليط كله هيرتاح فهتبقى كويسة. ولازم نسيب ما بين الكوكيز والكوكيز مسافة علشان خاطر طبعا هو هيفرش وهيلزق في بعضه. في المرحلة دي هنحط بقى الشوكولاتة الشيبس اللي احنا قلنا عليه على الوش، وهندخله الفريزر التلاجة لمدة ساعة. الفريزر لمدة ساعة. بصوا هو لازم كده يتجمد كده علشان خاطر لما ندخله في النار ما يسيحش بالدرجة الكافية. لا، الكوكيز تبقى ماسكة كده نفسها وليها قوام كده. بعد ما دخلناها الفريزر دخلناها الفرن، وده الشكل النهائي. عايزين نقول لشهد تسلم ايديك يا شهد، وكان طعمه تحفة. بس انا بالنسبة لي كان مسكر زيادة عن اللزوم لاني انا ما بحبش السكر، لكن هو سكره كويس جدا بالنسبة للناس اللي بتحب السكر عادي. تسلم ايديك يا شهد، جربوا بطريقة شهد وان شاء الله هيعجبكم وينول اعجابكم. وزي ما قلت لكم كده حاولوا تشجعوا ولادكم على المطبخ. وانا من هنا بقول لولادي ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ويا رب يديكم فرح الدنيا كله، وربنا يجعلها سنة سعيدة على الدنيا كلها، على المسلم وعلى المسيحي. كل سنة وانتم طيبين. وده الكوكيز بتاع شهد، وبقول لها شكرا ليك يا شهد، عشان انا كان نفسي في حاجة حلوة وهي ما تأخرتش عني وقامت عملتها لي. ربنا يخليكم ليا يا ولادي وما تحرمش منكم ابدا، ويديكوا خير الدنيا كله يا رب، ويكفيكوا شر الدنيا كلها يا رب وبلاويها. واقول لشهد ميرسي تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.